العربية اللي معانا النهاردة بتلقب بإن هي البيبي اس كلاس. يعني ايه الكلام ده؟ الاس كلاس في مرسيدس هي الفلاج شيب بتاعت مرسيدس في السيدانز. معناه ان هي اكبر واعلى عربية تكنولوجيا في عالم السيدان في مرسيدس. العربية اللي معانا بتتشارك في حاجات كتير قوي في الاس كلاس، حاجات كتير قوي بيبقوا عايزين يزودوها في الاس كلاس، بيتستوا الكلام ده في السي، او حاجات بتبقى موجودة في الاس وبعد كده بتتنقل للسي بعد عدد سنين قليل. والكلاس اللي معانا اللي هو السي من مرسيدس ده اول كلاس تقدر تقول انك انت بتاخد تجربة الرفاهية الكاملة من مرسيدس. طبعا زي ما احنا عارفين السي كلاس بتنزل بانواع كتيرة، وطبعا الناس كلها بتسمع حاجات. عندنا سي افنجارد وسي اي ام جي، وعندنا برضو بيبقى فيه سي اليجنس. كل الحاجات ديت بتأثر على شكل العربية، حاجات من الداخل وحاجات من بره العربية اكتر، وفي حاجات ساعات بتأثر في السسبنشن او تعليق العربية. العربية اللي معانا النهاردة هي السي 180 افنجارد. افنجارد بيبقى تريم بيركز اكتر على الرفاهية، وبيبقى برضو في سنة رياضية زيه زي الاي ام جي شوية. فاهلا بيكم في راف لاين، انا محمد الزيات، والنهارده هنريفيو سي 180 افنجارد 2024. طيب هنتكلم على البرفورمانس، وعكس معظم الفيديوهات اللي احنا بنتكلم البرفورمانس مش هي نقطة قوة العربية. ده مش معناه ان العربية بطيئة او ضعيفة. العربية اداها كويس جدا، ولكن دي مش من مميزاتها اللي هي الرياضية. فلو هنتكلم على موتور العربية، هو 4 سلندر انلاين 1500 سي سي توربو، بيطلع 170 هورس باور و250 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على ناقل حركة 9 سرعات 9 جي ترونيك، بيخلي العربية ده توصل من 0 ل 100 في 8 ثواني فاصل 6 أجزاء من الثانية. العربية ديت جر أمامي، معناها إن هي فرونت ويل درايف. وآخر جزئية هنقولها في موضوع البرفورمانس هو إن العربية ديت فيها اي كيو بوست، والاي كيو بوست ده بقى بيستعمل في تقريبا أغلب العربيات المرسيدس الجديدة. اي كيو بوست باختصار بيخلي العربية ديت مايلد هايبريد، معناه إن هي فيها موتور كهرباء ولكنه صغير جدا. وظيفته ان هو يحل مشكله اللاج اللي كانت بتبقى موجوده في العربيات. بمعنى كده لما بتدوس بنزين استجابه العربيه كانت بتبقى بطيئه شويه، بالاي كيو بوست او الموتور الكهرباء الصغير ده استجابه العربيه بتبقى اسرع بكتير. دلوقتي هنتكلم على اكستيرير، واول بروفايل في العربيه البروفايل الامامي. عندنا طبعا الفوانيس الليد الهاي برفورمانس، مشهوره جدا من مرسيدس. طبعا اضاءتها كويسه جدا، ويعتبر ادابتيف شويه بحيث ان هي كيف وضعها بناء على العربيات اللي جايه عليك بحيث ان هي ما تبقاش مزعجه. تاني تفصيله وهي الجريل شكلها شيك قوي. انا بيعجبني ان الجريل يبقى فيها شغل بسيط قوي، وده اللي حاصل في العربيه الافنجارد. يبقى عندك خطوط كتير سودة ومكسوره بخط كروم عريض جدا، وموجود اللوجو بتاع مرسيدس كبير قوي في النص، وعندنا اللوجو الاعتيادي اللي بيبقى موجود هنا. فشكل العربيه كجريل لذيذ جدا بالنسبه لي. انا بحب الجريلز الهاديه اللي بيبقى شكلها شيك واليجنت، وده الافنجارد بتقدمه. عندنا برضو اوبشن انتيك من تحت موجود، عشان كل ده غرضه هو التهويه على الموتور. وللاسف ما عندناش فتحات تهويه كفايه على الفرامل والكاوتش. ولو بصينا لتحت اكتر هنلاقي ان في سبليتر موجود بفرونت ليب موجوده باللون الكروم، شكلها تحس ان هو وش متعصب كده، تحس ان واخده كيرفات لتحت كده، شكلها حلو قوي بصراحه. على قد ما هو شيك، على قد ما هو تحس ان هو حاد وغاضب. فشكل العربيه من قدام بصراحه يعني مرعب، وفي نفس الوقت اليجنت، يعني تقدر تجري بيها وهيبقى شكلها مرعب، تقدر تحضر بيها ميتنج وهيبقى شكلها خرافي وكلاسي. وزي ما اتكلمنا على الفوانيس بيبقى فيه اوبشن ان هي تبقى مالتي بيم ليد، ودي برضه بتبقى تكنولوجي اعلى شويه من مرسيدس. وعندنا الرننج داي لايت اللي موجود بشكل شيك قوي، وفي نفس الوقت بيشتغل برضه مع الاشارات، شكله حلو قوي وهادي، ودي تفصيله لذيذه قوي في الفانوس. ونيجي للسايد بروفايل، وفي جزئيه ما اتكلمناش عليها في الفرونت بروفايل، وهي الدومز او الكيرفات اللي موجوده على الكبوت. في اكتر من تضليع، يعني عاده العربيات بنلاقي ان في تضليعين بس من الجنب، هنا في تضليعين من الجنب، ده غير التضليعين اللي في النص. ويعني العربيه واحنا راكبين هتقدروا تشوفوا برضو في تجربه القياده، بتبقى شايف شكل الكبوت. المنظر ده انا شفته في العربيه الكامارو وانا سايق، تحس ان الكبوت عالي قوي وانت واخد فيو حلو. الكلام ده بيدخلك في مود الرياضيه قوي. وعندنا برضو زي ما احنا شايفين السنسورز اللي موجوده، سنسورز جانبيه. لو بصينا على الجنط، فالجنط ده 18، طبعا بيبقى فيه اوبشن ان الجنط يبقى 19. شكله شيك جدا، تو تون،
غالب عليه اكتر اللون الكروم، ودي حاجه شيك قوي، بحس ان هي بتديك كده يعني حاجه من ريحه الميبخ، ان هم عاده بيعملوا الجنود بتاعتهم بتبقى كلها لونها كروم او سيلفر فاتح، وبتبقى كبيره قوي. ولو كملنا هنلاقي الخطوط الحاده موجوده برضو. العربيه عمرها ما تفقد هويتها السي كلاس، ان هي عربيه على قد ما هي سيدان ومفروض نازله بغرض ان هي شبابيه، هي برضو فيها جانب رياضي كبير قوي. عندنا الخط موجود من الاول لغايه الاخر، يعتبر خط حاد جدا، وخط تاني خفيف موجود تحت، وعندنا العتب بشكل شيك قوي موجود تحت. العربيه تفاصيلها هاديه قوي من الجنب، وعندنا طبعا المرايات نفس لون البادي بتاع العربيه. المرايات طبعا ضم، مجرد ما بنقفل العربيه بدوسه زرار المرايات بتتضم زي ما احنا شايفين. وعندنا النواكل اللي حوالين الشبابيك موجوده باللون الكروم، لذيذ قوي تفصيله الكروم مع الكروم اللي موجود في الجنط. عندنا القوايم كالعاده باللون الاسود اللامع، عندنا برضو خط كروم هنا موجود. شكل العربيه من الجنب رياضي وانسيابي، وزي ما انتم شايفين هي حجمها يعني صغير شويه من الجنب. من وجهه نظري انا بالنسبه لي احب السيدانز اكتر، اللي هي زي الاي كلاس، بحيث ان السيدان بتبقى واخده راحتها، والناس اللي قدام قاعده مستريحه زي الناس اللي ورا بالظبط، والعكس الناس اللي ورا قاعده مستريحه زي الناس اللي قدام بالظبط. كمان تفصيله بيبقى فيه في تريمز اعلى شويه، او في يعني فئات اعلى من السي، انك انت تقدر يبقى عندك كيلس انتري. العربيه ديت ما فيهاش كيلس انتري، فمعناه انك انت محتاج تستخدم المفتاح. فباختصار العربيه من الجنب هي يعني عجباني جدا، ولكن انا بميل اكتر للاي كلاس عشان بحس ان هي يعني متناسقه جدا، الجزء اللي قدام قد الجزء اللي ورا نسبيا. ودلوقتي هندخل على الباك بروفايل، وهو تفاصيله نوعا ما قليله. عندنا اول حاجه ان الازاز تنتد زي الازاز اللي موجود ورا، بيبقى جايب درجه فيميه يعني عاليه شويه عشان يحمي الناس من اشعه الشمس، وفي نفس الوقت موجود برضو الازاز اللي ورا تنتد. عندنا برضو التيل لايتس. انا بالنسبه لي مرسيدس يعني تتقسم الى عصور. انا بالنسبه لي اقرب عصر اقدر اريليت ليه او ان انا اجيب سيرته هو العصر اللي من 2010 لحد 2017. من وجهه نظري العصر ده بتاع مرسيدس، على قد ما كان فيه فيس ليفتس والاشكال بتاعت العربيات اتغيرت نسبيا، ولكن كانت قريبه قوي ونفس الدي ان ايه. بالنسبه لي العصر ده يعني طلع عربيات هي مودرن داي كلاسيكس، معناها ان هي تقدر فيها تكنولوجيا كافيه ان هي تقدر تتعايش وسطينا لحد اليوم ده، وفي نفس الوقت فيها الشكل الكلاسيكي بتاع مرسيدس، وفيها لمسات غاليه جدا اللي مرسيدس يعني عودتنا عليها من قديم الازل. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس دي كانت جزئيه مهمه قوي. انا طبعا مع كامل احترامي اللي قبل 2010 وكل الحاجات دي، برضو مرسيدس كان عندها يعني اشكال عربيات خرافيه زي الاي كلاس القديمه وكل الحاجات دي، ولكن اللي تقدر توازن وحلقه الوصل ما بين الجديد والقديم، حاسس ان هم الاجيال اللي ما بين 2010 ل 2017، وما كانش عندي اي تعليق على الديزاينز بتاعتهم. فالتيل لايتس دي بالنسبه لي يعني اول احسن تيل لايتس من بعد 2017 مرسيدس تعملها. هي شكلها شيك واخده حقها، مش زي العربيات الصيني. بحس ان في فيس ليفتس مرسيدس عملتها كانت الفوانيس عامله شبه العربيات الصيني اكتر، فهنا هتلاقي ان الفانوس فيه تفاصيل كتير قوي ولد، فشكله شيك جدا. الحته الوحيده اللي انا حاسس ان هي ناقصه الحته ديت، انا ما كنتش عايزها تكمل بلاد بار، ولكن كنت حاسس ان هي ممكن تكمل بحاجه، حاسس ان العربيه ناقصها حاجه والحته ديت فاضيه. وعندنا كالعاده لوجو مرسيدس باللون الكروم، والكاتيجوري بتاع العربيه هو سي 180. وعندنا الحته بتاعت الديفيوزر اللي تحت معمول ماسك باللون الكروم، وده موجود في اغلب عربيات مرسيدس. وطبعا فتحات اكزوست فيك تماما، وحتى سدينها من بدري قوي. دي حاجه بصراحه بتقفلني شويه من العربيات المرسيدس، ان هم بيعملوا فتحه الاكزوست الفيك ده كتير قوي. فالعربيه من ورا كاوفرول شكلها لذيذ بسبب الفوانيس موديه شكلها في حته تانية من وجهه نظري. وندخل على شنطه العربيه. وشنطه العربيه في السي 180 بتبقى 455 لتر، وزي ما احنا شايفين الشنطه طبعا متبطنه وشكلها شيك جدا، وعندك مساحه تخزين موجوده في الجنب بشبكه، فكل الحاجات دي بتزود عمليه العربيه. لو قارناها بالمنافسين، خلينا نقول مين منافسين العربيه ديت، هي 320، وعندنا برضو الاي 4. فالمقارنه بسيطه، هنلاقي ان ال 320 هي نفس تقريبا سعه التخزين، ولكن الاي 4 العربيه ديت اصغر منها نسبيا، يعني الاي 4 سعه تخزينها اكبر شويه. شنطه العربيه اللي معانا للاسف مش كهرباء، ولكن في طبعا تريمز بتنزل في السي بتبقى كهرباء.
ودلوقتي هندخل على الانتيريور بتاع العربية، واول حاجة وهو الكرسي. طبعا الكرسي معمول من الجلد، مريح جدا وفيه ستيتشز، وعندنا الهيدرست موجود، بتقدر انك انت تحركه من وحدة التحكم اللي موجودة في جنب الباب، بتقدر انك انت تطلعه لفوق ولتحت. وفي زي يعني زرار كده بيخلي الموضوع يطلع لقدام ولورا، فالموضوع ده بيبقى عملي جدا. وبتقدر الهيدرست طبعا الكواليتي بتاعته لذيذة ومريح جدا لما تيجي تسافر او تبقى مشاوير طويله ومحتاج انك انت تريح دماغك. تاني حاجه معانا وهي الستيرنج ويل، ودي بصراحه اللوحه الفنيه بتاعت مرسيدس كالعاده بيبدعوا فيها. زي ما احنا شايفين احلى بكتير من الفيس ليفت، احلى كتير من الفيس ليفت اللي قبله. وعاده دايما هما بيزودوا في الموضوع اكتر واكتر، وعندنا تفاصيل اكتر من الكروم موجوده. والطاره نفسها ملمسها يمكن خشن شويه، مش اكتر حاجة طرية، ولكنه طبعا بريميوم. وعندنا وحدة تحكم موجودة باللون الجلوس بلاك. للأسف عكس الفيس ليفت القديم كان الموضوع بزراير أكتر، هنا في تاتش. فبتقدر انك انت مثلا لو عاوزنا ان احنا نعلي الأغاني بتبقى بتعليها بالتاتش، وتقدر انك انت تلمسها لو عاوزت انك انت تعمل العربية تعمل صوت ميوت. وعندنا في الناحية الشمال بتقدر تتحكم في الديسبلاي زي ما انتم شايفين، عندنا كلاسيك وعندنا سبورت وعندنا اندرستيتد. وغير برضو موضوع الديسبلايز دوت، عندك الكروز كنترول وعندك سبيد ليميتر، فبتقدر انك انت تظبط موضوع العربيه ما تعديش سبيد معينه او سرعه معينه. عندك كروز كنترول وهو مثبت السرعه. ولو بصينا هنلاقي بادل شيفترز موجوده بشكل شيك قوي اليجنت. العربيه زي ما قلنا هي 170 هورس باور، فادائها رياضي نسبيا ولكنه مش اميز حاجه. فالبادل شيفترز شكلهم شيك قوي. وعندنا الفتيس اللي انا بكرهه يعني بصراحه يعني اوحش فتيس ممكن اي حد يعمله بقى موجود في عربيات رينو، بقى موجود في مرسيدس. فتيس ناس كتير ممكن تتلخبط وناس كتير ممكن تخبطه بالغلط، فانا بالنسبه لي شكله بيعصبني جدا. ولكن هو موجود بلمسات لذيذه، يعني موجود بشكل جلوس بلاك، والباقي كله بلاستيك. حتى الماتيريالز اللي مستعملينها فيه عدا الحته الجلوس بلاك اللي فيها الار والان والدي وكده، مستعملين بلاستيك مش احسن حاجه من وجهه نظري. عندنا الستارت ستوب انجن والاوتو هولد موجودين في مكانهم الطبيعي جدا من مرسيدس. وعندنا خشب موجود، هو مش خشب، هو يعني ماتيريالز معالجة بحيث ان هي تبقى شكل الخشب، شكلها بريميوم قوي وتفصيلة تحس ان هي متاخدة من الاي كلاس. وانا بالنسبة لي بحب قوي التفصيلة ديت لان هي موجودة في عربيات غالية كتير انا شخصيا بحبها، زي البنتلي وزي رولز رويس بيستعملوا اخشاب حقيقية واخشاب بكواليتي عالي جدا. فدي حاجة بحس ان هي بتدي للعربية لمسة غالية وشيك جدا. وعندنا كمان تفصيلة وهي وحدة التحكم بتاعة الكرسي والأكرة والسنتر لوك، والحتة ده طالعة لبره شوية بارزة، وفي تحتيها امبيانت لايت بيبقى شكله شيك قوي بالليل. وعندنا وحدة التحكم بتاعة الكراسي، الكرسيين كهرباء وكرسيين ميموري، فدي برضو حاجة لذيذة جدا. وعندنا الأكرة باللون الكروم، عندنا السنتر لوك، ودي برضو وضعيات الميموري اللي احنا اتكلمنا عليها. وفي معلومة لو انت حابب تعرف حاجات عن مرسيدس اكتر، ان انت تقدر تعرف من وحدة التحكم ديت الكراسي تبريد ولا فيها تبريد او فيها تسخين او فيها اي حاجة، عادة بتبقى موجودة هنا. فتقدر انك انت تعرف ايه التكنولوجي اللي موجودة في الكراسي. فطبعا ما عندناش اي علامات غير الميموري، فده معناه ان الكرسي مش تسخين ولا تبريد، ولكنه ميموري بس. عندنا تفصيلة كمان هي السماعات اللي موجودة في كل حتة في العربية. طبعا انفوتينمنت سيستم ام بي يو اكس، في تريمز اعلى من العربية ده بتنزل بسماعات براندد بيرمستر. البيرمستر ده هو البراند اللي مرسيدس بتستعمله في الاس كلاس وفي السي تريمز الاعلى وفي الاي تريمز الاعلى. فده ساوند سيستم براندد والكواليتي بتاعت الصوت بتاعته بتبقى احسن. ولكن ام بي يو اكس او الساوند سيستم اللي موجود حاليا هو هايل بالنسبه لي وبيوفي بالغرض وبزياده. وعندنا فتحات التكييف الشيك قوي اللي عامله زي الترباين، بيطلع منها برضو امبيانت لايت بيبقى شكله شيك قوي، تقدر انك انت تظبطها بكل سهوله. وعكس عربيات كتير انت عندك فتحه تكييف هنا وتلاتة في النص، عاده بيبقوا اتنين في النص مع معظم العربيات، وعندك واحده تالتة هناك. وعندك برضو اوبشن انك انت ان انت تعدل الدريكسيون بطريقه اوتوماتيك مش مانيوال. دي تفصيله لذيذه جدا، عكس عربيات كتير بيبقى الموضوع مانيوال، بيبقى موضوع مهلك،
تقدر انك انت تطلعها فوق وتحت وتحركها لقدام ولورا. وكمان تفصيله لذيذه قوي وهي المقبض متوصل بحته، تحس ان هو طاير ولكنه متوصل بحته صغيره قوي في النص، معمول من الكروم في فتحات التكييف كلها. كواليتي الزراير لذيذ قوي. وعندك التحكمات بتاعه المرايات، انك تقدر تطبق المرايات او تختار المرايه. طبعا تاتش ومعمول بحته جلوس بلاك، شكله شيك قوي. تقدر زي ما انتم شايفين تقفل المرايات او تفتحها بكل سهوله. وتقدر انك انت تظبط زاوية الرؤية. العربية مفيهاش بلايند سبوت او النقطة العامية. وعندنا الهاند بريك موجود هنا، مكانه غريب جدا بالنسبة لي بصراحة. عادة بيبقى في حتة ما هنا، او كان زمان مرسيدس في الموديلات القديمة كان عندهم فوت بريك، ما بيبقاش هاند بريك. بتدوس على حاجة كده هنا، دي اللي بتبقى الهاند بريك. في نفس الوقت يبقى في حاجة تشدها من هنا لو عوزت تنزل الهاند بريك. وزي ما اتكلمنا على الانفوتينمنت سيستم وهو ام بي يو اكس، عندنا ديجيتال سكرين بحجم 10 وربع انش، موجود فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس الحمد لله، عشان موبايلات الايفون دلوقتي بقت بتتلكك كشحن. فالموضوع ده بيبوظ الفولتج بتاعت الابل كار بلاي. لما بتيجي تحط الموبايل في العربيه بتبتدي تشحنه بفولتج اقل شويه، فبيبوظ البطاريه. فهنا وايرلس، فدي حاجه كويسه جدا. وعندنا الديجيتال ديسبلاي اللي هو العداد، وهو حوالي 12.3 انش، موجود برضو فيه كل النافيجيشنز زي ما اتكلمنا ووريناكم. بتقدر تغير الديسبلاي بكل سهوله. عندنا الكونسول تكملة للشاشة، هي معمولة بفريم جلوس بلاك شكله شيك قوي. وعندك برضو فوق الفريم دوت زي خط كروم كده موجود. عندك امبيانت لايتس بتبقى موجودة هنا من الجنب وطالعة مكملة في كل الحتة ديت. فامبيانت لايتس مرسيدس طبعا مشهورة، وامبيانت لايتس هنا، وامبيانت لايتس موجودة في فتحات التكييف. وعندك امبيانت لايتس مكملة من عندي انا هنا، فطالعة ايدنتيكال نفس اللي هنا. فامبيانت لايتس موجوده في كل حته. العربيه بالليل بتبقى يعني حرفيا اقل ما يقال عليها ان هي سفينه فضاء. امبيانت لايتس من ورا. عندنا برضو امبيانت لايتس موجوده من الحته ديت اللي فيها وحده تحكم فتحه السقف والانوار. وعندنا امبيانت لايتس موجوده في جنب الباب وفي الحتت الطايره. هم بصراحه مرسيدس دايما مشهورين بموضوع الامبيانت لايت. وبالمناسبه كالعاده كليشيه 64 لون. والمفاجأة والحاجة الحلوة اللذيذة اللي في العربية ديت ان العربية ديت فيها ساوند كوماند، فبتقدر انك انت بكل سهولة تقول لها Hey Mercedes, Hey Mercedes, How may I help you? can you change the ambient light to blue? Okay, I'm changing the color. بالظبط كده. فبتقدر انك انت تطلب منها ان هي تغير الامبيانت لايت. بتبقى مساعدتها بتبقى محدودة شوية، ولكن الساوند كوماند لذيذ جدا بصراحة. وعندنا الابل كار بلاي، ده الديسبلاي بتاعه. بتقدر انك انت تخش على الجي بي اس، تقدر تشوف كل اللي انت محتاجه. الشاشة طبعا نقائها عالي جدا ونافيجيشن حلو جدا. وعندنا You have not subscribed to this service. To use it, you first have to activate the service in the Mercedes Me. What can I do for you? ماشي شكرا. عندنا بقية التابلو موجود باللون الجلوس بلاك. وعندك وحدة تحكم هنا، بتقدر انك انت تعلي وتوطي، فدي برضو حاجة لذيذة كفوليوم غير اللي موجود هنا. وعندك انك انت تعمل ميوت، وعندك انت تقفل الشاشة تماما، فده برضو اوبشن انك انت تقفل الديسبلاي تماما لو النور عامل لك ازعاج. وعندك كمان تفصيلة هو الانتظار موجود هنا، وبينور وبيطفي كده بشكل لذيذ جدا. عندك دي كل ما يخص العربية ك ESP وهو الفرامل تقفل التراكشن. عندك كار واش مود، دي برضو تفصيلة لذيذة جدا، بتخلي العربية تمشي على يعني سرعة قصوى 20 كيلومتر في الساعة. ده اكتر عشان موضوع المغاسل، العربيات اللي هي بتدخل وتمشي فيها والعربية بتتغسل. الحاجات ده مش حاسس ان هي منتشرة قوي في مصر. وعندنا طبعا الكاميرات الخلفية بتاعت البارك اسيست. وعندك كاميرا فيو تقدر تشوف منها نقائها كويس جدا الكاميرا. عندنا اخر حاجه دايناميك وهو الدرايفنج مودز. العربيه ده بتنزل بدرايفنج مودز ب3 درايفنج مودز. وعندنا دايناميك وهو الدرايفنج مودز. عندك 4 درايفنج مودز. عندك الانديفيدوال، وده بتقدر انك انت تكستمايز او تظبطه انت بطريقتك. وعندك السبورت، وطبعا ده شهير جدا. عندك الكومفورت، وعندك اخيرا الايكو وهو اكتر نوع صديق للبيئه، وبيديك زي مود وامبيانت لايت مختلف لكل واحد.
فدي برضو تفصيلة لذيذة جدا. عندنا طبعا التحكم في التكييف بكل سهولة جدا، عندك الناحية الشمال والناحية اليمين تقدر تعلي وتوطي بكل سهولة. العربية بصراحة MBUX انا من اقرب الانفوتينمنت سيستمز لقلبي، متعلق بيه وشفته كتير وتعاملت معاه كتير، فخلاص بقى الموضوع بالنسبة لي سهل. الايكونز شكلها شيك قوي ولذيذ، وموديل عن موديل بيبتدوا يطوروا اكتر في شكله والنافيجيشن بتاعه، فالموضوع بيبقى اسهل بالنسبة لي واريح كتير. نقطة مهمة جدا وهي مساحات التخزين. عندنا مساحة تخزين في جنب الباب، بتقدر انك انت عاملة زي كاب هولدر، بتقدر انك انت تحط كوباية وفي نفس الوقت في وراها مساحة تخزين لا بأس بها معقولة. عندنا مساحة التخزين اللي موجودة هنا اللي عند المخدع، وبالمناسبة الماتيريال بتاعت المخدع برضو طرية بس مش قطرة حاجة، يعني برضو ناشفة شوية، حاسس ان هي كانت ممكن تبقى قطرة من كده بما ان حاجة انت بتحط ايدك عليها. طبعا الماتيريالز اللي مستعملينها في الباب هي كلها سوفت تاتش كالعادة مرسيدس. وعندنا برضو بتاعت المخدع الكوع اللي موجود هنا قطرة بكتير من المخدع ده، وبرضو موجود ستيتشز باللون الابيض خفيفة قوي زي ما موجودة في الكرسي، فلمسة الستيتشز هادية قوي، فدي حاجة عجباني بصراحة. بقيت بحس ان في مبالغة في موضوع الستيتشز في العربيات. عندنا برضو مساحة تخزين اللي هي موجودة هنا، عندك 2 كاب هولدرز وعندك مخرج USB وعندك شاحن وايرلس بس مستخبي جدا، ما اعتقد في ناس ممكن ما تكونش عارفة ان هو موجود. عندك مساحة تخزين اكتر شوية هنا، فدي كانت مساحة تخزين في النص. وعندنا مساحة التخزين اللي موجودة هنا للأسف مش متبطنة في تبطين، ولكن في الآخر خالص يعني لو يمكن حد شافه معمولة على مرحلتين، دي حركة لذيذة بصراحة. عندك رف فوق وعندك رف تحت، فمساحات التخزين بصراحة مقبولة جدا بالنسبة للعربية. واخر حتة وهي التحفة اللي موجودة فوق ديت، ودي حتة مسؤولة اكتر عن الانوار. الانوار بصراحة نفسها ما فيهاش فزلكة، هي زي ريدنج لايتس، فبتقدر انك انت تقفلها وتفتحها بدوسة زرار. والحتة ديت كلها معمولة بماتيريال عاملة زي البيانو بلاك، في نفس الوقت حواليها الامبيانت لايت وموجود فيها سماعات عشان الكوماند سيستم زي ما اتكلمنا. في نفس الوقت تقدر تفتح السقف بكل سهولة بلمسة واحدة، السقف بيتفتح. السقف هنا معمول على مرحلتين زي الاي كلاس، لو تفتكروا الاي 300 وعملنا ريفيو على كذا عربية قبل كده، كان السقف بيبقى مقسوم على مرحلتين، فدي حاجة شيك جدا. بس ده الجزء الامامي بس هو اللي بيفتح كازاز، ولكن التاني بيفتح كشيد بس. فطبعا تفصيلة حلوة جدا بالنسبة للعربية. وبيطلع لك على طول الاير ديفلكتور. الاير ديفلكتور ده هو مشتت الهواء عشان العزل لما تبقى فاتح السقف. والفتحه لا باس بها، يعني نص فتحه بتقدر تدخلك شمس، لكن كنت حاسس ان هي ممكن تبقى اكبر من كده شويه، وبرده بلمسه واحده تقدر تقفل. فالعربيه بصراحه من جوه مرسيدس دايما تكسب في الانتيرير، حاسس ان كل التفاصيل مفيش حاجه ازعجتني في الكابينه الاماميه. ودلوقتي هندخل على الكنبه الخلفيه ونشوف برضو مساحه الرجلين وفي نفس الوقت مدى اهتمامهم بالكنبه الخلفيه. لو بصينا على الماتيريالز اول حاجه هنلاقي ان هي برضو سوفت تاتش بصراحه، لسه يعني ما فيش موضوع الهارد بلاستيك والحاجات اللي احنا بنشوفها، فكل حاجه نفس اللي قدام بالظبط. عندك وحده التحكم طبعا ما فيهاش اي حاجه لان الكراسي اللي ورا ما بيبقاش فيها ميموري ولا فيها اي حاجه، فعندك الاوكرا باللون الكروم، وعندك الحته دي كلها بيانو بلاك، وكالعاده حواليها امبيانت لايت، وعندك امبيانت لايت هنا، فامبيانت لايتس بغزاره بصراحه. عندنا برضو مساحة تخزين موجودة هنا زي كاب هولدر ووراها مساحة تخزين أكبر شوية. وعندنا نفس الجزئية اللي أنا كنت بتكلم عليها على موضوع الرقبة ده، بتقدر تطلعها لقدام لورا بكل سهولة، ده بالنسبة للشخص اللي قاعد قدام. وبالنسبة للماتيريالز اللي هم مستعملينها في الكنبة طرية بصراحة واسفنجية كده شوية، نفس ماتيريال الكرسي يعتبر، ونفس الجلد بنفس التطريز اللي هم بيعملوه. عندنا الهيد ريست برضو فيه تطريز وبرضو سوفت جدا، فبصراحه هما كماتيريالز هي نفس الماتيريالز بالظبط. وعندنا فتحتين تكييف شكلهم برضو شيك قوي، ولكن للاسف ما عندناش وحده تحكم تكييف منفصله. عندنا زي مساحه تخزين كده صغيره مش مفهومه، ومخده ثانيه برضو مش مفهومه تحت، يعني مش عارف ايه ممكن تحطه في المكان الصغير ده. وعندنا مساحات التخزين اكتر موجوده هنا، الحمد لله ان هي مش شبكه بصراحه، حاسس ان هي عمليه اكتر وهي كده، يعني يمكن صغيره شويه ولكنها شكلها شيك. والكرسي جايب تضليعه لذيذه قوي، التضليعه ديت عامله زي سبورت للقطنيه للشخص اللي قدام، وفي نفس الوقت هي يعني موفره مساحه رجل احسن، وانا قاعد مستريح بصراحه على عكس توقعي. وعندنا نفق فتيس عملاق، فطبعا العربيه ديت تقدر تشيل شخصين لورا حد اقصى، لو شخص ثالث اشخاص بالغين الموضوع يبقى صعب قوي. وعندنا برضو فتحة السقف، انت بتقدر تاخد فيو من
فتحه السقف الصغيره ديت، وعندك فتحه السقف البانوراميه الاكبر بكل سهوله بنفتحها كده يتفتحوا الاتنين مع بعض، فبتبقى شايف فيو لذيذ جدا، مبقاش عندك اي بارير غير الحته ديت بس. فبصراحه دي تجربه لذيذه للشخص اللي قاعد ورا، بيبقى الموضوع مريح وتجربه حلوه كاوفرول. وكمان تفصيله وهو الريدنج لايتس او الانوار اللي موجوده هنا بتتقد برضو وبتطفي بشكل لذيذ جدا، هادين جدا، ومكانهم بصراحه مختلف، يعني موجود جوه البتاع اللي احنا بنمسكها ده. وعندنا برضو تفصيله كمان وهو المخدع اللي في النص والكاب هولدر، اسفنجي ولذيذ، بس حاسس ان فيه اطرى من كده، يعني مش ده احسن حاجه بصراحه. وطبعا عندنا الكاب هولدرز مثلا بيتفتحوا بطريقه غريبه شويه، انت بتفتحها دوسه كامله وبعد كده نص دوسه فتفتح 2 كاب هولدرز. فبصراحه التفصيله ديت من الاس كلاس. الاس كلاس برضو بتفتحها على كذا مرحله، ما بتبقاش شبه ديت ولكنها نفس الفكره. وعندنا برضو فريم معمول باللون الجلوس بلاك حوالين الكاب هولدر، حتى الكاب هولدر اهتموا بيها كتفاصيل، دي بصراحه حاجه يعني تبسط اكيد اي حد هيشتري العربيه ان يبقى فيه تفاصيل صغيره كده، وبتقدر تحطها بكل سهوله وترجع تاني المخدع. ولو اتكلمنا على الماتيريالز اللي هم مستعملينها في السقف كله قماش بشكل شيك قوي ولون اسود، فالعربيه تفاصيلها من جوه هادي جدا مع الامبيانت لايت. العربيه بتبقى تجربه بصراحه مختلفه، مفيش حد يقدر ينافس مرسيدس في موضوع الامبيانت لايت ده والانتيرير الفخم ده. انا بالنسبه لي السكرين بالخشب، ولو انه حتى ممكن يكون فيك، بس كل الحاجات ديت الكومبو ده محدش بيقدر يعمله غير مرسيدس. دلوقتي هندخل على مرحله التست درايف، احنا وحسبولة اللي معانا من اول الريفيو. دلوقتي هنجرب العربيه على كومفورت مود. كومفورت مود ده هو الوضع المفروض المريح، فاحنا هنبتدي نشد شويه بالعربيه ونشوف. مبدئيا كده سواقه العربيه ناعمه زي ما احنا عارفين، سواقه مرسيدس طبعا الموضوع يعني اغلب الناس بتبقى عارفه موضوع سواقه مرسيدس، هي بتبقى مياله اكتر للراحه، مش اجريسيف قوي زي بي ام دبليو. في موديلات معينه من مرسيدس هي اللي بتبقى اجريسيف، لكن عاده الموديلات اللي بتبقى مش ترو اي ام جي او مش مواتير معموله من اي ام جي بالذات بتبقى سواقتها يعني اهدى كتير. وطبعا كومفورت مود يعني الموضوع بيبقى مريح خالص، ما بتسمعش صوت ازعاج موتور او اكزوست قوي، بيبقى الدنيا هاديه خالص. فهنجرب ندوس كده شويه على الكومفورت مود. بتبتدي تسمع صوت موتور بس في يعني قبل سرعه ال80 مثلا بتبقى الدنيا هاديه خالص. عندنا دلوقتي ال100. عزل العربيه نسبيا لذيذ، يعني بصراحه احنا دلوقتي 120. العزل مش مضايقني قوي، هو مش احسن حاجه بس هو مش مضايقني قوي. فعدينا دلوقتي ال120 بقينا داخلين على 130. العربيه طبعا ثابته بالنسبه لي، وحاسس ان هي يعني مش حاسس ان هي خفيفه خالص، العربيه تقيله وماسكه نفسها. السسبنشن مقبول جدا، يعني نظام التعليق مش مؤذي، مش حاسس ان هو ناشف، لان زي ما قلنا العربيه مش مياله اكتر للرياضيه قوي، فمياله للراحه، فاكيد السسبنشن هيبقى ناعم، عكس عربيات من بي ام دبليو ساعات بيبقوا مهتمين قوي بالجانب الرياضي، فبتلاقي ان السسبنشن بيبقى ناشف، فانت بتحس بكل نقره وبتحس بالمطبات، وبالذات مطبات الهواء والحاجات ده. فالسسبنشن لذيذ نوعا ما. ومرسيدس دايما بتمتاز بموضوع السسبنشن ده، بما اننا بنتكلم على ان السي البيبي اس كلاس بقى شخصيا بيهتموا قوي بموضوع السسبنشن ده، خصوصا في الفيرجنز العاليه منها وميبخ والحاجات ده. بتلاقي ان هو السسبنشن بتاعها بيبقى ناعم جدا، ان هي تمتص صدمه النقره او المطب وما توصلوش للكابينه الداخليه، فالكاوتش هو اللي يعلى وينزل من غير ما الكابينه الداخليه تتاثر. فدي برضو معلومه عن السسبنشن بتاع مرسيدس، هم بيبدعوا فيه بصراحه. دلوقتي هنبتدي نجيب العربيه على سبورت مود ونشوف ايه التغيرات اللي حصلت. مبدئيا انا حسيت اكيد بالطاره تقلت، دي برضو حاجه من الحاجات الكليشيه اللي بتحصل في معظم العربيات، وصوت العربيه عالي برضو كالعاده. فهنبتدي ندوس. الفتيس بصراحه بتاع مرسيدس النايت جي ترونيك نقلاته لذيذه وفتيس رياضي من وجهه نظري جدا، ويعني عملي برضو بالدرجه الاولى، مش حاسس ان انا سمعت عنه مشاكل كتير او مشاكل خالص. دلوقتي بقينا على 140 العربيه على سرعات في الملفات
حلوه جدا وستيبل جدا. انا بس مشكلتي هي موضوع الدفع الامامي ده ما بيبقاش ألذ حاجه بالنسبه لي. لا، العربيه على سبورت مود بصراحه لذيذه جدا، بتديك احساس بالرياضيه، ولكن يعني مش نقطه قوتها بصراحه. مش نقطه قوتها هي البرفورمانس. نقطه قوه العربيه ده تحديدا لو هنتكلم على السي 180 الافنجارد هي الانتيرير بتاعها. انتيرير يعني ثم انتيرير ثم انتيرير. الانتيرير بتاعها بصراحه يعني زي ما بيقولوا another level، في حته تانية لوحده. كبقى الماتيريالز اللي مستعملينها والسكرين نفسها اللي بتبقى موجوده في الاس كلاس، موجوده في الجي ال سي، وموجوده في السي ال اي، موجوده في عربيات كتيره من مرسيدس، وكلها عربيات بريميوم وكلها عربيات يعني شكلها تحفه. فالسكرين ده شكلها حلو، اللمسات الجلوس بلاك، الخشب، انت قاعد حرفيا في يعني جناح رئاسي، يعني كل حاجه حواليك امبيانت لايت في كل حته. فبالنسبه لي هي دي الحاجه اللي تكسب العربيه ده. خلينا نجرب نعمل لونش كنترول للعربيه. فلونش كنترول هنقفل الاي اس بي اللي هو التراكشن، هنقفله تماما، وطبعا التكييف هنضطر ان احنا نضحي بيه. هنخليه على 0 او هنخليه اوف تماما، وهنبتدي نعمل اللونش كنترول. العربيه على سبورت مود. هنشوف ال 170 هورس باور بتوع مرسيدس هيبقوا عاملين ازاي على العربيه السي 180. ويلا بينا. انا بس الحاجه الوحيده اللي عجباني في اللونش كنترول، احنا وصلنا 100 دلوقتي، هي يعني نغمه النقلات. بصراحه النقلات صوتها حلو قوي، وصوت العربيه رياضي جدا، والنقلات تحس نقلات بجد. يعني في عربيات ركبتها وسوقتها كانت يعني زي ما قلنا في تيست سي في تي وانواع في تيست تانية، بيبقى النقلات مميتة، بتحس انك انت حرفيا يعني راكب جرار مش راكب عربية. فبالنسبة لي لا طبعا يعني ال 9 جي ترونيك من مرسيدس في تيست هايل جدا، وفي تيست رياضي بالدرجة الاولى. وبعد اللونش كنترول نقدر نقول مين المنافسين للعربيه ديت. يمكن احنا كنا اتكلمنا بره واحنا بنتكلم على مساحات التخزين. احنا عندنا الاودي الاي 4 اكيد منافسه، وعندنا ال 320 اي من بي ام دبليو. انا بالنسبه لي يعني الثلاثه بصراحه عربيات حلوين جدا. انا يهمني ان انت تقول لي في الكومنتس انت لو قدامك الثلاثه اوبشنز ومعاك فلوسهم تختار انهي واحده منهم. انا شخصيا العربيه السي 180 عجباني جدا. هي انتيرير فخم بطريقه يعني ابعد من اي حد. فبصراحه عربيه لذيذه جدا، وكتجربه قياده ما ضايقتنيش خالص. حاجات قليله قوي اللي ضايقتني هي بس حته الفرونت ويل درايف، مع ان هي مش performance oriented. انا عشان ابتديت اشوف بي ام دبليو اكتر، فعرفت يعني ايه العربيه تبقى فعلا performance قوي وكده، والهورس باور تحس ان هو اكتف، ما يبقاش رقم على ورق. فبالنسبه لي العربيه لو انت جايبها بغرض ان هي ديلي درايف وللسفر، هي خيار حلو قوي. لو انت جايبها بغرض انك انت عايز تستمتع بالبرفورمانس، مش احسن خيار. حاسس انك انت ممكن تدور على حاجه برفورمانس احسن شويه، خصوصا كمان تبقى رير ويل درايف او اول ويل درايف. في طبعا فيرجنز من السي بتنزل فورماتيك، ده معناه ان هي دفع رباعي، فبرضو الفيرجنز ده بتبقى لذيذه وهورس باور اعلى. دي كانت كل حاجه عن العربيه. يهمني تقول لي رايك في الكومنتس عن العربيه. وانا كنت محمد الزيات، ودي كانت راف لاين، ودي اكيد مش اخر عربيه. اكتبوا لنا في الكومنتس لو في عربيه معينه عايزين نجيبها ونعمل عليها ريفيو. وبس كده، سلام.